وده موضوع مهم، احنا بنتكلم في طبعا. حاجة ممكن للأسف تأثر على كيان الأسرة. اكيد. الجراحة التجميلية ده حضرتك عملته قبل كده وفعلا بيظبط من أول مرة والدنيا فيه بتمشي سليمة جدا بدون أدنى خوف أو قلق؟ يعني من أكتر الحاجات يا أستاذ محمد اللي انضم بيها الناس إن الإجراءات نفسها بنتكلم في إن وليكن لو الحالة فيها اتساع في المهبل نتيجة لولادات مثلا ولادات طبيعية متكررة، أو مع فحص الحالة اتضح فعلا إن في اتساع، أو ممكن تكون شكوى من الزوج على فكرة. لو مرحلة لسه في بدايتها طبعا ده عن طريق الليزر، ده مع دكتور إسراء أو دكاترة الجلدية اللي موجودين. إنما لو الموضوع فعلا يستحق للجراحة فإحنا بنشتغل كماينور سيرجري. ده إجراء هو عبارة عن خيوط، طبعا بتختلف على حسب، ليها كذا تكنيك على حسب الحاله نفسها محتاجه ايه. اذا كان هنحتاج وليكن سنجل ستيتش تكنيك اللي هو عباره عن خيط بندخل فيه في اتجاهات معينه، وفي نهايته بنبدا ان احنا نعمل تقويه لعضلات الحوض، ان احنا بنضمها على بعض، وبالتالي بنقضي تماما على مشكله اتساع المهبل عن طريق السنجل ميثود. الطريقه الثانيه طبعا ودي يعني طبعا تعتمد على التضييق داخليا وخارجيا عن طريق الدبل تكنيك ميثود، وده عباره عن خيط بيكون ليه دبل نيدل موجوده، والخيط نفسه عباره عن ثنيات من الفيلر. يعني هو مش عباره عن خيط بس شد، لا هو في نفس الوقت كمان بيدي فيلر للمنطقه. مجرد ما احنا بنبدا الاجراء بتاعنا اللي احنا قلنا ان هو بليدلس من غير اي دم اطلاقا، ما بنحتاجش اي تخدير غير مخدر موضعي، وما بتحتاجش غرفة وما عمليات. بنحتاجش غرفه عمليات. في دقائق الخيط بندخله في اتجاهات معينه، وبعدها بنبدا نكون خلاص انهينا موضوع التضييق.